تغييرات محتملة في تشكيل المنتخب المغربي، ونحن نقترب من المواجهة القوية التي تنتظر الفريق الوطني أمام نظيره الكونغولي الديمقراطي برسم الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس إفريقيا للأمم. يبرز السؤال بخصوص التشكيل الذي سيعتمد عليه المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي، وفيما عدا بعض التغييرات المحتملة بخاصة في الرواق الأيسر وخط الوسط، فإن المنتخب تتوقع أن يجدد وليد الركراكي الاعتماد على ذات التشكيل تقريبا الذي حضر خلال المباراة الافتتاحية أمام تنزانيا. وهذه هي التغييرات المحتملة بالنظر لأدائهم الجيد خلال مباراة تنزانيا، فإن الثنانية الأسود سيعودون للظهور خلال المباراة أمام فهود الكونغو، وهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، ويوسف النصيري. التغييرات المحتملة إما لأنهم حلوا بدلاء في آخر لحظة، أو لأنهم لم يكونوا مقنعين، فإن التغييرات المحتملة خلال لقاء الكونغو الديمقراطية قد تلامس 3 مراكز. حل محمد الشيبي في الرواق الأيسر بعد أن فضله وليد الركراكي على يحيى عطية الله الذي لم يكن قبل مباراة تنزانيا قد وصل لحالة التعافي الكامل. وبالنظر إلى أن عطية الله اكتملت جاهزيته، فإنه من المحتمل جدا أن يعود للرواق الأيسر، بخاصة مع وجود لاعب سبارتاك موسكو ثيو بونغوندا الذي يشغل في العادة الجهة اليمنى من الهجوم الكونغولي، ويتعزز ذات الرواق بالمهاجم باكامبو.